جامعات في كليات الحقوق في فلسطين، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، القضاء العسكري، رسمية وغير رسمية. نعم، حكومية وغير حكومية. وبالتالي توسعت هذا الإطار بحيث أنه يكون فعلا لجنة على مستوى الوطن يمثلوا فيها كل الفعاليات اللي بتشتغل في مجال المساعدة القانونية. وبلشنا نتحدث عن مرجعيات وأسس، واتفقنا على هذا الحكي، وكله امبارح كان المؤتمر الصحفي وورشة العمل على أساس نطلق هاي الحملة عمليا. وفعلا تم الإطلاق هاي الحملة. تحدث في طبعا شاهدته مع الوزير العدل أبو دياك، ومع عطوفة نقيب المحامين حسين شبانة، والجهات الممولة UNDP العمل في التفصيل أكثر. خلينا نروح للعمل هذه اللجنة. مين الناس اللي ممكن يستفيدوا من الخدمات اللي ممكن الأساس الناس، إحنا الفئة المستهدفة هي فئة قطاعية، يعني من الناس اللي غير قادرين اقتصاديا انهم يوكلوا محامين. يعني في غش انه الكل يصير مش قادر اقتصاديا؟ لا، في معايير اقتصاديه، لا في معايير اجتماعيه طبقيه راح تكون، بمعنى انه احنا عندنا بنك معلومات كامل في وزاره الشؤون الاجتماعيه، مش راح نبدا في كل شيء من الصفر. احنا عندنا وزاره الشؤون الاجتماعيه عندها اكثر من تقريبا 400,000 مسجل حالات معوزه اجتماعيا. في مؤسسات صار لها فتره بتشتغل في هذا الموضوع. بكل تاكيد احنا هدفنا الاساسي نعمل دراسه في البدايه، نعمل مسح لكل هذا الموضوع بحيث انه نبدا من حيث انتهى الاخرين، لكن بدنا نمأسس هذه المساله بحيث انها تكون مؤسسه وطنيه على المستوى الوطني، وليس مشروع اغاثي لمره واحده بحكم انه في دعم اجنبي. احنا هدفنا انها تكون مؤسسه وطنيه مدعومه من الحكومه من جهه، من نقابه المحامين من جهه، ومن المؤسسات اللي بتشتغل في هذا المجال، الجامعات ومؤسسات الNGOs عمليا، بحيث انه يكون مشروع وطني بامتياز مش مشروع NGOs. والا عمليا تحولنا من مشروع تنموي لمشروع اغاثي. واحنا صراحه المشروع الاغاثي ما عندناش ثقه فيه كثير، لانه الممول بعطيك مره مرتين بعدين بسكر، وبالتالي كل واحد بيروح على بيته. بينما احنا هدفنا انه نستمر في هذه المساعده، لانه عندنا قناعه وهذا حق دستوري وحق اجتماعي وحق اخلاقي وحق وطني للمواطن اللي ما بامكانه يوصل للمحكمه، انه احنا نوصله بطريقه محترمه للمحكمه. يعني نتحدث عن وجود مثل هيك لجنة وطنية للمساعدة القانونية، وأهمية طبعا حق التقاضي لجميع المواطنين. احنا نتحدث عن واقع، يعني نتحدث عن واقع، وإيش التوقعات من بعد عمل هذه اللجنة بما يختلف يعني على أرض الواقع. إيش الإضافة ممكن؟ لا شوف، هو الموضوع مش من الصفر، يعني مش هلا انطلقت صحيح امبارح الحملة أعلناها بشكل رسمي، ولكن مثلا احنا على مستوى نقابة المحامين في غزة احنا صار لنا مشروعنا 3 سنوات، مشروع بيمثل في نقابة المحامين 69 و39 مؤسسة مجتمع مدني في غزة. صار لنا 3 سنوات بنقدم هاي الخدمة، يعني عندنا خبرة في الموضوع. ثانيا، نقابة المحامين الفلسطينيين في نظامها الأساسي ونظامها الداخلي، يعني قانونها ونظامها في المادة 44 بنص على أنه نقيب المحامين بإمكانه يلزم أي محامي يتوكل لشخص معوز مجانا. وبالتالي احنا في نقابه المحامين بنقدم مئات، يعني بنترافع في مئات القضايا مجانا لاشخاص غير معوزين غير قادرين. 2، النيابه العامه بتحول لنا ملفات. القضاء رؤساء المحاكم بحولوا لنا بكتب فلان يعني عليه قضيه، ولكن احنا ما بامكانه يدفع، احنا بنوكل له محامي مجانا. فالموضوع مش راح يبدا من الصفر، لانه احنا عندنا خبره في الموضوع. وبكافه المجالات او في قضايا معينه؟ لا، احنا بشكل اساسي الخدمات اللي بنقدمها في القضايا الجزائيه وليس في القضايا الحقوقيه عمليا. لكن هذا الحكي راح يتوسع، بمعنى انه الفئات اللي كانت توصل عندنا هي كانت فئات معظمها يعني كبار السن، يعني بمعنى بالغين، ولكن احنا هلا عندنا في مشروعنا موضوع الاطفال. نقدم خدمات لموضوع الاطفال الصغار، الاحداث اللي عمليا يعني بدهم معامله خاصه بعد ما تم اقرار القانون. كيف ممكن للناس اللي راغبين يستفيدوا من الخدمات اللي راح تقدمها اللجنه انه يتواصلوا معكم مستقبلا؟ احنا اول شيء في عندنا عياده مساعده قانونيه في نقابه المحامين، راح يكون عندنا مكاتب في كل المحافظات، راح نعلن عن الاسماء والتليفونات بحيث انه يتواصلوا. في نوعين من المساعده الاستشاريه اللي هي ممكن نقدمها لاي شخص مجانيه طبعا راح تكون، واحنا بنقدمها اصلا مجانيه. يعني نقابه المحامين عندها عشرات الالاف من الاستشارات المجانيه سنويا، لكن احنا مش NGOs يعني بنسجل على اساس حد يدعمنا، يعني احنا هذا جزء من واجبنا في نقابه المحامين، لانه احنا عندنا رساله مجتمعيه هي الوصول لتحقيق العداله في المجتمع، وبالتالي احنا ما بنسجله لانه احنا مش مدعومين، احنا عندنا امكانيات ذاتيه لصرف على اعمالنا ونشاطنا والى اخره، وهذا الشيء معروف في تاريخ نقابه المحامين الفلسطينيين. راح يصير عمليه تنسيق كل الناس المحتاجين لهي المساعده اللي بيلجؤوا للجامعات
بيلجأوا للنيابه العامه، بيلجأوا للمحاكم الشرعيه، بيلجأوا لاي قطاع بيهتم في العداله، هم راح يصيروا يحولوهم لنقابه المحامين. يعني على ليس اعتبار نقابه تواصل المحامين هي معكم المنظم، مباشرة؟ هي نقابه المحامين راح تكون المنظم من ناحيه تقنيه. يعني مين هو المحامي اللي بده يترافع؟ هو عضو في نقابه المحامين، وبالتالي بده يلزم ويراقب جوده الخدمه اللي بده يقدمها من ناحيه قانونيه، ما بامكانه حد يعملها الا نقابه المحامين. جزء من المعادله اللي هو القضاء تم مناقشه والاتفاق على انه كمان بالاضافه انه بنقدم للناس الخدمه المجانيه والاستشارات المجانيه مشكورين عليها كل الجهات، ولكن كمان سرعه التقاضي، سرعه انجاز المعامله هذه والبت شوف، هذا فيها. بقودنا لموضوع شائك صراحه. احنا نقابه المحامين إن موقف يعني، وانا اعتقد انه كان نقاش عندنا في اخر جلسه، ناقشتوا الموضوع وهو على الاجنده صار له سنوات طويله، ولكن احنا وصلنا مرحله لابد من تحديد موقف حاسم الان، لانه ما هو عليه الجهاز القضائي وعمل الجهاز القضائي لا يسر صديق، وبالتالي آن الأوان أنه نكون بعملية إصلاح جذرية لوضع الجهاز القضائي. يعني هذا الترقيع ما عاد يزبط، غير فلان ويجيب فلان ما عاد يزبط، التدخل في الجهاز القضائي وعمل الجهاز القضائي ما عاد يزبط. الجهاز القضائي هو عنوان وسمعة المشروع الوطني والاستقلال الوطني. يا بكون عندنا قضاء محترم ومستقل ونزيه وحيادي، وبالتالي احنا بنبدا ناسس لمشروع وطني استقلالي حقيقي، يا انه بنضل نحكي وبالتالي بنكون عبء وبنفقد الثقة والأمل والاطمئنان للمواطن، لأنه المواطن لما بيشعر أنه القضاء ما بيحقق له العدالة بده يلجأ للقضاء البديل، الزعرنة والميليشيات والتسليح وأخذ الحق باليد، وإحنا عم ندخل في دوامة يعني دوامة عنف مجتمعي، وهذا ما أعتقدش أنها بتفيد المشروع الوطني، وما لا حد يعني معني ولا حد له مصلحة أن نوصل لهذا المستوى. طيب بدأتم بالفعل يعني الاستقبال؟ نعم، احنا عندنا عيادة بنقدم الخدمات. احنا سنويا بنقدم مئات القضايا، بنتمنى مئات هذا بالشكل السابق. اليوم نعم. لا، اخذ طبعا عندنا مشروع الان صار له تقريبا سنه، وعندنا مدير للدائره للمشروع، بنتلقى يعني معلومات ورسائل من الاشخاص بنتبنى قضاياهم في المحاكم وشغالين هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع كان بجهد النقابه الفردي. لكن الان نحن بنحكي عن مشروع وطني. اهم ما يميز هذا المشروع انه هو مشروع وطني بيبحث عن استدامه هذا المشروع. اهم قضيه، لانه اذا مجلس الوزراء والحكومه ما تبنت هذا المشروع واقتنعت على انه هو جزء من الموازنه الحكومه، وبالتالي كما زي ما نحن بنوفر للاعلام كذا مليون، بنوفر للزراعه كذا مليون، المفروض يكون في والله للمشروع المساعده الوطنيه هذا بدنا نوفر له مثلا 5 ملايين في السنه، زائد التدفقات الاخرى اللي ممكن نجمعها، ان كان تبرعات او من جهد نقابه المحامين او من مؤسسات المجتمع المدني، بحيث انه يكون في موازنه كافيه لانه نقوم بهذه الخدمه، لانه هذا الحكي ايضا يعني ضروره مجتمعيه. انت بتعرف انه في فئات واسعه ما بامكانها، ان كان بامكانها من حيث المقدره الاقتصاديه وما بامكانها من حيث المعرفه القانونيه. فانت لما توفر لها المعرفه من خلال الاستشاره وتوفر لها الوسيله الاداه انك توصل للمحكمه انه يكون معك محامي، هذا لا شيء يعني المجتمع الفلسطيني بيفتخر فيه، وخاصه اذا كان هذا توفر في المراحل الاولى، يعني من اول ما توقف الشخص، لانه الشخص اول شيء هو بده المساعده الحقيقيه لما يتوقف، لانه ما عنده خلفيه قانونيه شو يحكي في يعني عند الحديث عن خلفيه قانونيه، هل من برامج عامه او متخصصه في بناء قدرات الافراد والمواطنين من ناحيه المطالبه بحقوقهم؟ نعم، احنا عندنا مشروع توعوي في المجتمع راح يكون عبر التلفزيون والاذاعات والصحافه، زائد ورش العمل في كل المناطق الفلسطينيه، احنا وشركائنا، لانه احنا يعني بالنسبه لنا هذا باب مفتوح لكل الشركاء، ما بندعي انه احنا راح نكون نحمل هذا الهم لوحدينا، ولكن بحكم خصوصيه النقابه، بحكم انه المحامين اللي بدهم يترافعوا هم اعضاء في النقابه، واللي بيقدر يحاسبهم